وصفتنا لليوم هي عمل الشاورما بأبسط طريقة وبتشهي طريقة جديدة وحلوة وسريعة وإشي غير شكل وغير عن الطريقة التقليدية اللي بنقطعها شرايح رفيعة. ونبدأ على بركة الله. المكونات: كيلو صدورة، معلقة كبيرة توابل شاورما، نص معلقة ملح، نص معلقة حب الهيل مطحون، نص معلقة سماق، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة بابريكا، زيت زيتون، خبز شراك أو خبز التورتيلا. نبدأ الوصفة على بركة الله. أول شي بنبدأ الصدورة حنقصها زي ما انتم شايفين بالشكل هذا للنص. بنحاول قد ما نقدر نرقق الشريحة. إذا طلعت معنا خميرة شوية أو سميكة بنحاول نرققها بالطريقة اللي انتم شايفينها. نفس الشي القطعة الثانية هيك تمام. هلا بنحطهم في البولة وبنرش عليهم التوابل اللي معانا: معلقة كبيرة توابل شاورما، نص معلقة بابريكا، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة ملح، نص معلقة حب الهيل مطحون، نص معلقة سماق. بنضيف عليهم معلقتين زيت زيتون. نبدأ نقلب المكونات مع بعض، ممكن بالإسباتشولا وممكن بالإيد. هذه هي بس المكونات والتوابل اللي ضفتها. نتأكد إنه كل التوابل دخلت في قلب الصدر. طبعا طريقتي لليوم طريقة جديدة وغير عن الطريقة التقليدية اللي بنقطعها شرايح رفيعة وطويلة، لكن هذه المرة طريقة أفضل وأحسن إن شاء الله. بنسيبهم 10 دقايق بس ياخدوا بالتوابل. وهلأ بعد ما تركتهم 10 دقايق في التتبيلة نبدأ في الخطوة اللي بعدها. بنحط الصاجة على الغاز وبننزل في معلقتين زيت زيتون، بنسيبه يحمى شوية. بسم الله. وبننزل بشرايح الصدورة في المقلاية وبنسيبهم ياخدوا لون حلو، لونهم يكون غامق ومحمر وأغمق، يعني من لون الذهبي يكون غامق. وحنقلبهم على الجهتين. بعد ما سبناها 10 دقايق على النار وهي شكلها. طبعا حمرتها وقلبتها على الجهتين بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين لونها روعة وتحفة صراحة. ريحتها كتير طيبة، طريقة سهلة وسريعة. وهلأ بعد ما احمروا على الجهتين هنطلعهم من المقلاية. طبعا انا استخدمت زيت الزيتون في القلي لانه اخف واطيب وفوائده كتيرة. طبعا زي ما انتم عارفين الصدر مش بتحمل نار وانا مرققة الشرايح. طبعا على السريع بيستوي. شايفين لونها تحفة. طبعا هلا حنخليها تبرد شوية وهنقطعها. هناخد الشرايح الصدورة ونثبتهم فوق بعض بالشكل اللي انتم شايفينه هيك، ونبدأ نقطع شرايح رفيعة. شايفين صراحة ولا ألذ. شايفين شكلها كيف قطعناها، شكلها تحفة. وهلا حجهز معاكم المقبلات. طبعا الشاورما بتحتاج للطحينة. من انواع المقبلات بنحط تقريبا نص كاسة طحينة، ربع معلقة ملح كبيرة، عصير ليمونة وشوية مية بس. وبنقلب المكونات مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين هاي القوام المطلوب. طبعا مقبلات الطحينة طبق أساسي مع الشاورما، وهيك صارت جاهزة. نسيبها على جنب. هلا حنبدأ المرحلة اللي بعدها، اللي هي حنجيب خبز التورتيلا أو خبز الشراك زي المتواجد عندكم. هلا حنضيف طبقة طحينة زي ما انتم شايفين. إذا حابين مايونيز حطوا، حابين طحينة حطوا أو كاتشب. وهلا حنحشي الشاورما وحنحط البطاطا معاها وحنلفها بالشكل هذا. بسم الله. حنعمل كمان واحدة، ندهن طحينة شاورما بطاطا وحنلف الفرشوحة بنسيبها على جنب. بنحمي النار
بنحط الساجة معلقتين زيت زيتون، بنسيبهم يحموا شوية، ننزل بالفرشوحة. بسم الله. نحاول نضغط عليها بالراحة. شايفين لونها؟ بس تاخد اللون بنشيلها هيك. تمام. هنعمل فرشوحة الثانية. بسم الله. نضغط عليها. شايفين ما أحلى لونها؟ كتير رائع وتحفة. طريقة وصفة كتير رائعة وحلوة وجميلة وسهلة وسريعة. بتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي ايش رأيكم. وهلأ هنقسمها من النص زي ما انتم شايفين. بسم الله. شايفين؟ رائعة جدا. بسم الله. طعمها كتير تحفة والله. ان شاء الله تعجبكم وصفتي لليوم. بتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي ايش رأيكم. طبعا يا جماعة الشاورما بالبيت افضل واطيب. بتعرفوا ايش مكوناتها وايش حاطة عليها. صراحة طعمها تحفة تحفة. هاي الشاورما زي ما تقولوا شايفين شكلها كيف مقلية. لا يا صراحة والله وصفة كتير رائعة. زي ما انتم شايفين جمالها. شوفوا كيف جمالها وريحتها كتير طيبة. طبعا انا قليتها وحمرتها بزيت الزيتون افضل واحسن من الزيت النباتي. تعطيها احمرار بسرعة. زي ما انتم شايفين قرمشة ولذاذة وطيبة جدا وصحتين وعافية. بتمنى منكم الاشتراك في قناتي، لايك وشير وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.